يلا بينا نفرز مع بعض القلقاس الشتوي القمر ده قبل ما يروح بقى كده من السوق. هاتي القلقاس ويلا بسرعة تعالى اقولك احلى طريقة واسرع طريقة بجد، الطريقة المنقذة. 5 كيلو من القلقاس الشتوي كده حلو جدا. جبته كده مش شرط يكون كل مقاس واحد، لا، لان احنا عارفين ان القلقاس الشتوي بياخد سوا بعض. جبت القلقاس غسلته كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده نشفته، وبعد كده هبتدي ان انا اقطعه. ببتدي ان انا دلوقتي اقطعه زي ما شلت الراس، وبعد كده قسمتها 2، وبعد كده بقطعها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اعمل واحدة تانية معاكم اقطعها 2، وبعد كده احطها كده، وابتدي ان انا اقطع الواحدة 3 كده لان هي صغيرة مش كبيرة. وهبتدي بعد كده ان انا اقشرها، هقشر قطعة قطعة زي ما احنا شايفين. الطريقة دي حلوة جدا، بتحافظ لك على القلقاس من السنة للسنة. تعمليه طبعا قبل رمضان، بينفع في رمضان بتاخديه كده على الشوربة على طول، ولازم الشوربة تكون سخنة. ببتدي بقى ان انا كده اقشر القلقاس بتاعي، وهوريكي تقطعيه ازاي برضو بسرعة جدا وبطريقة سهلة، وبيبقى كله قد بعض، مكعبات قد بعضها. خلاص بقى كده قشرت القلقاس، هبتدي ان انا اتخلص خلاص من القشر، وابتدي ان انا امسك القلقاس بتاعي اقطعه. بابتدي ان انا امسك القلقاس اقطعه بالطريقه دي. بمسك الواحده كده احط كده واقطعها بعد كده مكعبات تبقى قد بعضها. الطريقه دي سهله جدا وبسيطه ومش متعبه. وببتدي بقى ان انا اقطعه كده، بيبقى كله مقاس واحد، عينك ميزانك طبعا. بجد بينفع جدا لو انت عندك عزومه بتطلعي كيس القلقاس كده على الشوربه على طول. في رمضان برضو ما بياخدش منك وقت. بتركنيه في الصيف بتعمليه بيبقى طعمه حلو جدا. القلقاس الصيفي مش بيبقى حلو، بيبقى مسكر، لكن ده بيبقى بسم الله ما شاء الله بيعيش معايا من السنه للسنه. برضو بنستخدموه في العيد الكبير. خلصت الكمية بعد كده بقى بجيب فوطة كده تكون نظيفة، او اي قماشة بيضة، اي قماشة عندي نظيفة. وابتدي ان انا امسحه مسحة كويسة، وابتدي ان انا احطه في كاس التلاجة زي ما احنا شفنا اول الفيديو. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لسمر ابو العيل.